واذا ما كانش عاجبك بحر عندك هناك روح اشرب منه. عمرك فكرت قبل كده ليه البحر مالح؟ مالح ايه؟ انت سامع بيقول لي ايه؟ سيبك منه بس فكر معايا، ليه ميه البحر مالحه؟ في علماء حللوا ميه المحيط ولقوا ان فيها اكتر من 70 نوع من الاملاح والمعادن، بس الغريب ان الميه اللي بتيجي منه وبتغذي المحيط ميه عذبه. فالسؤال الحقيقي هو مش ليه البحر مالح، السؤال الملح ده جه منين؟ من ملايين السنين المطر بدا ينزل على الصخور والجبال والوديان، والميه اللي كانت بتنزل دي كانت بتكحت صخور وتفككها وتاخد في طريقها ذرات من الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم. تتحرك الميه اللي نازله مع الامطار اللي بتكحت في الصخور وتاخد معاها الاملاح والمعادن دي وتشكل انهار عشان توصل هناك للمحيط. ويوم بعد يوم وسنه بعد سنه الميه فضلت تتبخر، لكن الاملاح والمعادن لسه موجوده. USGS هيئه المسح الجيولوجي الامريكيه عملت مسح الميه في المحيط اللي فيه بتاكد ان حوالي كل لتر ميه فيه 35 جرام من الاملاح. جايه منين؟ ناتجه عن ملايين السنين زي ما قلنا من نزول المطر على الصخور وتفكيكها واخذ المعادن منها. يعني تقدر تقول ان البحر ما كانش او ما بقاش مالح في يوم وليله، الملوحه دي اتكونت من تراكم بسيط بس مستمر. وزي البحر كل حاجه وليها سبب، وكل تراكم بسيط دلوقتي ممكن يعمل مشكله قدام او وجع او ملوحه محدش عارف.